ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض فراخ مشوية او فراخ روستو في الفرن. هنعملها بالزبدة والثوم والاعشاب. مفيش بهارات ولا تتبيلة ولا تجهيز مسبق ولا اي حاجة من الحاجات دي كلها. وبجد على قد ما الوصفة دي بسيطة ومكوناتها قليلة وما فيهاش بهارات ولا نكهات كتير ملخبطة، على قد ما طعمها حلو قوي قوي قوي. وبجد من احلى، ما كانتش احلى وصفة للفراخ المشوية ممكن تجربوها. بجد حلوة قوي. وصفة سهلة وسريعة ولذيذة هنعملها دلوقتي، ويلا بقى نبتدي على طول. ودي كل المكونات اللي احنا هنحتاجها للوصفة بتاعتنا، يعني هم 5 مكونات بس، يعني عددهم قليل خالص. مفيش بقى تتبيلة ولا هنتبلها قبلها بكتير ولا بصل ولا طماطم ولا توابل ولا أي حاجة من الكلام ده كله. كل اللي احنا هنحتاجه هم 5 مكونات، مفيش غيرهم. هنحتاج شوية من الثوم وكمان الليمون، وعندي شوية من الأعشاب الخضراء والزبدة، وطبعا أساسي الفراخ. الفرخة اللي أنا مستخدماها وزنها كان 1.5 كيلو، وده اقصى وزن ممكن تعملوه للفراخ المشويه. يعني ممكن لو اقل من كده يكون كويس برضو، يعني من 1.2 كيلو لكيلو 500، بس بلاش اكتر من كده. وطبعا الثوم والليمون، وانا مستخدمه زعتر وروزماري فريش، دول الاشهر ان هما بيستخدموهم في الوصفه دي. بس لو انتوا حابين اي نوع تاني من الاعشاب مفيش اي مشكله خالص. وطبعا اساسي واساس طعم كل الوصفه عندنا هو الزبده، وده يعني تقريبا طعم الفراخ كلها هيجي من الزبده. اول حاجه هعملها هي قبلها بيوم، ودي خطوه مش اساسيه، ان انا هاخد الفراخ بتاعتي احطها في براين او محلول من الملح. كل لتر من الميه بحط له 35 جرام من الملح و15 جرام من السكر ومعلقه كبيره من الخل. حطوا كميه ميه لغايه ما تغطي الفرخه تماما، وسيبوها منقوعه فيها على الاقل من قبلها بيوم، بالليل او 24 ساعه يكون احسن. بس زي ما قلت لكم الخطوه دي مش اساسيه، لو حابين تستغنوا عنها مفيش مشكله. انا بحب اعمل الخطوه دي تملي في اي فراخ، سواء هشويها او هقليها، لان هي بتحافظ لي على ان اللحمه بتاع الفرخه يفضل طري وتندر ومحافظ على العصائر بتاعته كده وطري جدا. ومش هينشف منكم مهما حتى لو طولتوا عليه في التسويه شويه. هنعمل كمان علشان الأساس طعم الوصفة دي هي الكومباوند باتر أو الزبدة المنكهة، وهي ببساطة زبدة معاها شوية من الأعشاب. وزي ما قلت لكم أنا هستخدم الزعتر والروزماري الفريش. بالنسبة للروزماري الفريش، لو كان عندكم الأعواد بتاعته والستامز بتاعته بتكون قاسية قوي، احنا محتاجين الأوراق بس بتاعته. فعكس اتجاه العود كده أو الأوراق، شدوها هتلاقوها يعني بتتقطف معاكم بسهولة جدا. احنا محتاجين منه حوالي 3 معالق كبار من أوراق الروزماري. ونفس الكلام هنعمله بالنسبة للزعتر الأخضر. الستامز بتاعت الزعتر أرق كتير من الروزماري، ومع ذلك برضو احنا محتاجين الأوراق بس. نفس الكلام محتاجين برضو في حدود المعلقتين الكبار من أوراق الزعتر. وزي ما قلت لكم ممكن تستخدموا أي نوع أعشاب تاني تكونوا بتحبوه، يعني مثلا في ناس بتستخدم معاها الترخن. ممكن تستخدموا الكزبرة الخضراء، بس ده هيكون على نكهة شامي شوية. هنفرم الأعشاب بالسكينة، بلاش تحطها في الفود بروسيسور. وهنجيب بقى التوم بتاعنا. دي راس كاملة من التوم، يعني الوصفة دي بجد كل ما بيكون فيها نكهة التوم كتير كل ما بيكون أحلى. أنا هستخدم 4 تومات، هم دول اللي هقشرهم وهستخدمهم مع الزبدة. وباقي التوم هسيبه بالقشر بتاعه هشويه مع الفراخ. هم 4 تومات كبار يعني عملاقين شوية، فممكن يكونوا مثلا حوالي 6 7 8 فصوص توم، يكونوا حجمهم وسط يعني. وهم دول اللي هستخدمهم مع الزبدة. أما اللي بالقشر فدول هسيبهم هشويهم مع الفراخ في الآخر. وطبعا كمية التوم حسب انتوا بتحبوا كمية التوم في الوصفة قد ايه. اهم حاجة عندي الزبدة، انا عايزة الزبدة اللي هستخدمها للوصفة دي ما تكونش طرية، يعني مش عايزاها بدرجة حرارة الغرفة. تكونوا مطلعينها لسه يا دوبك من شوية بس من التلاجة، عايزاها تكون لسه متماسكة، مش عايزاها تكون سايحة خالص كده، على ان ساعتها هتلاقيها بتسيح خالص كده ومش هعرف اتحكم فيها. اول حاجة هعملها ان انا هاخد التوم اللي انا هستخدمه مع الزبدة، هفرمه ناعم جدا جدا جدا. ولو عندكم الجوانتي اللي هو ضد الجرح ده يكون كويس، يعني بعد تجربتي الأخيرة يعني خلي بالكم جدا جدا، لأن ساعات الجرح بتاع المطبخ ما بيبقاش قليل أبدا يا جماعة، ربنا يحمينا كلنا يا رب. المهم افرموا التوم ناعم خالص خالص على قد ما تقدروا. هو ده كده فرمت ال4 تومات العملاقين دول مع الزبدة. وهاخد بقى كل الأعشاب اللي أنا فرمتها دي وبرده هضيفها على الزبدة عندي.
وزي ما قلت لكم الوصفه دي ما فيهاش اي بهارات ولا اي حاجه خالص، يعني ما فيش اي نكهات ملعبكه فيها. كل اللي هنحتاجه هما شويه من الملح والفلفل الاسود بس. وخلي بالكم ان انتوا تحطوا الملح شويه زياده، لان الفراخ من الحاجات اللي يعني بتاخد شويه ملح. اخلطوهم بقى كلهم مع بعض، ويعني ده قوام الزبده اللي انا عايزاه. لو كانت الزبده سايحه او بزياده او بدرجه حراره الغرفه مش هتوصل للقوام ده. انا عايزاه القوام بتاعها يكون شويه عامل زي المعجون. شايفين؟ هو ده القوام بالظبط اللي انا محتاجاه. دي هي الكومباوند باتر او الزبده المنكهه. هنسيبها على جنب ونروح نجيب بقى الفراخ بتاعتنا. انا صفيت الفراخ كويس جدا جدا من البراين اللي كنت شايفاها فيها طول الليل، ونقلتها على ورق مناديل مطبخ ونشفوها كويس جدا من بره ومن جوه، ما تسيبوش فيها ولا نقطه ميه. وحتى لو ما عملتوش الخطوه بتاعه البراين او المحلول الملحي ده، هتلاقوا الفرخه فيها شويه رطوبه. انا مش عايزه الرطوبه دي ابدا، انا محتاجه والفرخه في الفرن تكون بتتشوي مش بتتسلق او بتستوي على البخار. فنشفوا الفرخه كويس جدا جدا. بعد ما تنشفوا الفرخه كويس قوي قوي، حاولوا بقى ان انتوا تفصلوا الجلد بتاع الفرخه عن اللحم. الخطوه دي تقريبا في ناس بتسميها توريك او توريق. انا مش عارفه الكلمه بالظبط حقيقي اسمها ايه. المهم ان انا عايزه افصل الجلد بتاع الفرخه عن اللحم. الموضوع بالنسبه للست هتلاقوا فيه غشاء كده بين اللحمه، بواحه خالص شيلوه يعني. بس يعني خليكم حريصين شويه، علشان ان محتاجين الجلد بتاع الفرخه يكون قدر الامكان يعني انتكت كده وسليم، مش عايزه اقطعه. هي يعني لو اتقطع منكم يعني مش نهايه العالم، بس قدر الامكان حاولوا بواحه كده ان انتوا تفصلوهم. وكمان الوراك يعني حاولوا تفصلوا الوراك بواحه ومن عند الرقبه وكل حاجه، لغايه ما تتاكدوا ان انتوا فصلتوهم تماما. وكده الفرخه عندي هتكون جاهزه ان انا ابتدي احشيها بالكومباوند باتر او الزبده اللي احنا جهزناها. هنجيب الفرخه بتاعتنا والزبده زي ما قلت لكم، عايزاها تكون امسكها بين ايديا تبقى عامله بالظبط زي المعجون. لو كانت اطول من كده ما كنتوش هتعرفوا تمسكوها بالشكل ده وتفردوها تحت الجلد بتاع الفرخه. عشان كده احنا عايزين القوام بتاعها يكون شويه الزبده لسه بارده، مش عايزاها تكون سايحه خالص. حطوها تحت الجلد ما بين الجلد وما بين اللحم، وافردوها كده بايديكم. وما تنسوش من عند الاوراق، لان هيكون الخلي بتاع الجلد شويه صعب عن الصدر. بس برضو يعني حطوا زبده على قد ما تقدروا. حتى لو قدرتوا تحطوا من ناحيه ظهر الفرخه هيبقى كويس قوي، لان احنا زي ما قلت لكم الوصفه دي ما فيهاش توابل، ما فيهاش اي نكهات. الطعم كله جاي من الزبده المنكهه اللي احنا عملناها. فحاولوا توصلوها لكل حته في الفرخه. كده الفرخه جاهزه ان هي لو حابين ان انتوا تسووها بالشكل ده اوكي. بس علشان ناخد افضل نتيجه واحسن تسويه، احنا هنربط او نكتف الفرخه بتاعتنا. استخدموا خيط يكون مخصوص للمطبخ، او على الاقل يكون خيط يعني متين شويه، ويكون قطن ما يكونش بلاستيك. هناخد الخيط بتاعنا هندخله من تحت الفرخه ومن تحت الوركين من تحت خالص، وبعدين هنعمل كروس. وهناخد خيط من تحت العظمه بتاعه الورك من الناحيه دي والناحيه التانية كمان زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وبعدين بشد الفرخه وزي ما بيقولوا السوريين كده برص عليها كويس جدا لغايه ما الوركين يقربوا من بعض قوي. وباخد الخيط بطول الفرخه من الجنب من عند الجناحات، وبقلب الفرخه على الظهر، بعمل كروس تاني. وبعدين بلف الخيط 3 مرات مش مره واحده بس. لو مره واحده هتلاقوه انتوا بتربطوا اتزحزح كده واتغير مكانه، فاعملوها 3 لفات. وبعدين شدوا تاني، رصوا كويس قوي على الفرخه. وبعدين اعقدوا الخيط، ارجعوا جيبوا الخيط تاني على جناب الفرخه بطول الفرخه، ولفوا بقى اللي بقى من الخيط كله على العظمتين بتوع الاوراق. التكتيفه بتاعت الفرخه دي اولا هيخلي شكلها قلبوز وشكلها حلو قوي كده، وهيخلي تسويه الفرخه متساويه. يعني كل حاجه هتستوي مع بعض في نفس الوقت، مش هيبقى في حته استوت اوفر كوكد والناحيه الثانيه لسه ما استوتش. كده ما فاضلش عندنا غير الليمون. هناخد بقى الليمون هنعصر ليمون كويس قوي قوي على الفراخ. الفراخه دي بجد كل ما كان فيها طعم الليمون كتير كل ما بيكون احلى. يعني الفراخه دي تقريبا انا حطيت عليها حوالي 3 ل4 ليمونات كبار يعني. بس طبعا حاجه ترجع لذوقك، لو حابين الليمون اقل مفيش مشكله حطوا ليمون اقل. وخدوا قشر الليمون وحطوه جوه الفرخه مع عود بقى من الروزميري والزعتر. وكده خلاص الفرخه عندنا هتكون زي القمر. هنروح نجهز الصينيه اللي هنشوي فيها الفرخه.
انا بحب ان انا احط تحت الفراخ دي اللي هي البوتيتو، اللي هي البطاطس اللي هي اللي بيسموها ايه، نسيت اسمها، اللي هي بيبي بوتيتو، ايوه اللي هي البطاطس البيبيهات صغنطوطه، اللي هي بتبقى صغنطوطه قوي دي. اوكي، لو لقيتوها طب احلى حاجه في الدنيا دي، سيبوها زي ما هي كده بقشرها، ما تقشروهاش، نضفوها بس كويس قوي من اي تراب ممكن يكون عليها بفرشه خضار او كده، وسيبوها بالقشر بتاعها. انا ما انصحش ان انتوا تحطوا تحت الفراخ دي خضار يكون فيه سوائل كتير زي البصل والطماطم وكده، انا مش عايزه سوائل كتير في الوصفه، انا عايزه الفراخ تبقى زي ما قلت لكم مشويه مش مسلوقه. في رايي البطاطس هيكون احسن اختيار، وبجد البطاطس في الوصفه دي بجد يعني احسن، احلى من الفراخ نفسها يعني. كل اللي هنعمله ان احنا هناخد البطاطس بقى بتاعتنا، هنحطها في صينيه، ولو كاس ايرون هيكون احلى واحلى واحلى كمان. هنحط معاها شويه فصوص الثوم اللي احنا سبناهم بقشرهم علشان يتشووا، وشويه كده من الزبده المنكهه اللي كانت فضلت معايا، وشويه من الملح والفلفل الاسود، واخر حاجه بقى رشه من الملح على جلد الفرخه من الفوق، علشان جلد الفرخه يطلع كريسبي كده ومقرمش. كده الفرخه عندي جاهزه، لو حابين ان انتوا تسيبوها زي ما هي كده جاهزه عندكم، لو عندكم مناسبه او عزومه او كده هتكون كده ممتازه، طلعوها على التسويه على طول. هتسخنوا الفرن على درجه حراره 200 او اعلى درجه حراره عندكم، وهتدخلوا الفرخه. كل كيلو من الفراخ بيقعد تقريبا في الفرن 45 دقيقة، فالفرن الفرخة دي هتقعد عندي حوالي ساعة وربع. لو عندكم ترمومتر هتحطوا الترمومتر في الجزء في الواك اللي ما بين الدبوس وما بين الواك، في الحتة دي آخر حتة بتستوي من الفرخة. محتاجة درجة الحرارة تقريبا تكون واصلة في حدود 73 وهي في الفرن كل شوية كل تلت ساعة مثلا هتلاقوا ان الزبدة دابت وفي سوائل من الفرخة، افتحوا خدوا من السوائل دي واسقوا بيها الفرخة تاني. ولو حسيتوا ان الصدر اخد لون من بره بسرعة ولسه الفرخة ما استوتش، جيبوا ورقة من الفويل حطوها على الصدر بس، ما تغطوش الصينية كلها، علشان انا مش محتاجة ان يكون في بخار حوالين الفرخة. غطوا الحتة بس بتاعة الصدر، لو اخدت لون ما تغطوش الصينية كلها لغاية ما تكون استوت. طلعوها بقى وهي اخدت لون حلو كده، وتاني جيبوا من الزبدة اللي دابت تحت في الصينية واسقوا بيها الفرخة تاني. اول ما نطلع الفرخة من الفرن، يعني زي اي حاجة بنعملها زي الستيك واي لحوم شاويينها، ما تحاولوش تقطعوها او تقدموها على طول، لان هي لسه هيكون اللحم شادد كده ويعني وقافش. اوكي، احنا محتاجين ان هي تسيبها ترتاح تماما تماما، مش اقل من 20 25 دقيقة، علشان العصائر والجوسز اللي جوه اللحم ترجع تتوزع تاني على اللحمة بتاعة الفراخ، وترجع تطرى وتبقى تندر كده وطعمها حلو واحنا بناكلها. فما تحاولوش تقطعوها دلوقتي، زي ما قلت لكم استنوا تقريبا في حدود ال 25 دقيقة قبل ما تحاولوا تقطعوا الفراخ. وبجد يعني على قد ما الوصفة دي بسيطة، على قد ما طعمها حلو جدا، وعلى قد ما الفراخ نفسها بجد عظيمة، على قد ما البطاطس اللي تحت الفراخ أعظم وأعظم وأعظم. يعني أنا بجد لما بعمل الوصفة دي تقريبا أكتر حاجة بتبقى في بالي إن أنا هاكل البطاطس اللي تحت الفرخة، لأنها بجد بتبقى عظيمة 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 يعني. سيبوها بقشرها زي ما هي، زي ما قلت لكم جربوها بالقشر بتاعها، بجد القشرة بتبقى مقرمشة وكريسبي، ومن جوه البطاطس مشوية ودايبة يعني، وشاربة من الزبدة والليمون والأعشاب، بتبقى يعني جبارة رهيبة بجد يعني. بصوا، ده أعظم، دي اللحظة اللي أنا ببقى مستنياها، البطاطساية مش الفرخة، البطاطساية بجد بتبقى حلوة قوي قوي يعني. وزي ما قلت لكم بلاش طماطم وبصل وحاجات زي كده، بلاش حاجة تكون فيها سوائل كتير، احنا عايزين نكون بنشوي الفرخة مش بنسلقها. اوكي، دي البيرفكت بارت بالنسبة لي بقى، بطاطساية مع حتة ورك دايبة كده وفظيعة، حلوة قوي. المهم دي كانت وصفتنا النهاردة، جربوها، وبجد أتمنى إن هي جدا جدا واثقة إن شاء الله إن هي هتعجبكم وهتعتمدوها، متأكدة وصفة أساسية عندكم للفراخ المشوية. جربوها وأتمنى إن هي تعجبكم. لو عجبتكم اكتبوا لي رأيكم في الكومنتس تحت، وميرسي لكم كلكم، وأشوفكم في فيديو جديد.